اندلعت حرائق كبيرة في العديد من الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر اليوم الاثنين، ووصلت ألسنة النيران إلى القرى والبيوت، حيث يتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح. وأسفرت حرائق الغابات التي اندلعت ليلة أمس عن وفاة 15 شخصا وجرح 26 آخرين حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية. وفي بيان لها أكدت الوزارة أنه خلال ليلة الاثنين تم تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية. وسجلت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح المعتبرة التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتدت بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان. ولمواجهة هذه الحرائق المندلعة تم إقحام 7500 عون في الميدان وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام، فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق، مما سمح بالتحكم في أغلبها. نسأل الله السلامة. الله يحفظ الجزائر وشعبها.